واش عمركم تخيلتوا أن العالم ممكن يتبدل في 48 ساعة؟ اليوم غادي نحكي لكم على أخطر مواجهة كتوقع الآن بين إيران وأمريكا حول مضيق هرمز، وحقيقة صادمة بزاف ما كيتكلموش عليها. اللي واقع دابا ماشي شي حاجة عادية، وصلنا لواحد المرحلة ديال التهديدات المباشرة. ترامب أعطى إنذار واضح لإيران على أنها خصها تستسلم في 48 ساعة، وإلا غادي يضربها ضربة مدمرة. ولكن السؤال، علاش مضيق هرمز مهم لهذه الدرجة؟ مضيق هرمز ماشي غير بحر، ولكن تدوز منها تقريبا ثلث ديال النفط ديال العالم. يعني ببساطة، إلى إيران سدات هذا المضيق، طبعا النفط ما غاديش يوصل للدول، وبالتالي غادي يطلع السعر ديالو، والاقتصاد طبعا غادي ينهار، والعالم كله غادي يدخل في واحد الفوضى. وإيران عارفة هذا الشيء مزيان، ودارتو كورقة ديال الضغط على أمريكا. ترامب ما هدرش غير باش يخوف إيران، ولكن قالها بصراحة. قال لهم إلى ما تحلش هذا المضيق خلال 48 ساعة غادي يقصف الطاقة والغاز ديال إيران. وهنا الخطير، ماشي هي ضربات عسكرية عادية، ولكن استهدف يعني الاقتصاد ديال إيران اللي هو الغاز والنفط. إيران طبعا هي ما سكتاتش، الرد جا قاصح بزاف. أي هجوم على إيران غادي تقابل معاه هجوم على القواعد الأمريكية، أو كما سماوه هما واحد الهجوم شامل. أشنو كيقصدوا بالهجوم الشامل؟ غادي يقصفوا المنشآت ديال الطاقة، التكنولوجيا. يعني الحرب ما غاديش تكون غير يعني عسكرية، ولكن غادي تمس الحياة ديال الملايين تاع الناس. دابا تخيلوا معايا، الخليج كله هو فيه قواعد أمريكية، وفيه حلفاء، وفيه طرق الطاقة. إلى ضربتها إيران غادي تشعل المنطقة كاملة، غادي يولي حتى دول الخليج داخلين في هذه الحرب. وهنا يمكن نقولوا أنه أسوأ سيناريو أن دول الخليج حتى هي تنضم للحرب على إيران. طبعا أسواق الطاقة غادي ترتفع بواحد النسبة قياسية، وربما حرب عالمية على شكل صغير. بزاف ديال الناس كيشوفوا هذا الصراع بسيط، ولكن الحقيقة راه صراع ديال النفوذ، وديال الاقتصاد، وديال السيطرة على العالم. حيت مضيق هرمز ماشي غير بحر بسيط، ولكن راه مفتاح ديال القوى العالمية. ودابا الكرة في الملعب ديال إيران، عندها 48 ساعة. خاصنا نشوفوا اش غادي يوقع، واش غادي يتراجعوا، ولا غادي نشوفوا أول ضربة نووية وبداية حرب جديدة. ودابا إيران كما قال ترامب فهي عندها 48 ساعة، غادي نشوفوا واش غادي يتراجعوا، أو لا غادي تكون غالبا ضربة نووية، وربما تكون أول ضربة نووية وبداية حرب جديدة، ربما تمهيد للحرب العالمية الثالثة، والله أعلم. اكتبوا لي في الكومنتات واش كتشوفوا بأن هذا الشيء مجرد تهديدات، ولا العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، وما تنساوش أيضا البارتاج، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.